بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله راح نحضر معاكم كيكة القهوة العصر، كيكة الدوز. كيكة بزاف خفيفة سهلة واقتصادية، تجي مشربة يا البنات وذوقها بزاف هايل. تجيكم البنات بين الجينواز وبين الموسكوتشو كما قلت لكم، سهلة وبسيطة وما تاخدش معكم الوقت، يعني راح تاخد معكم وقت إعداد القهوة. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو والبارتاج باه يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس يستفادوا من الوصفه ويجربوها هما تاني. نقولوا بسم الله. في هذه الوصفه حبيباتي نحتاج 3 بيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه. ما ننساوش رشه الملح لتصحيح الذوق، ونص مغرف كبيره ولا حطوا مغرف صغيره تكون معمره لافاني. نخلط المكونات هادو مع بعضهم بالدراب الكهربائي، ومن بعد البنات نبدا نضيف السكر. بالنسبه للسكر راح نحطوا 12 ملعقه سكر. على هذه البنات سمينا هذه الكيكه بكيكه الدوز، يعني من كل حاجه رايحين نحطوا 12 مغرف. طبعا هنا البنات السكر يعني المغارف ما تعمروهمش مليح، ما ديروهمش بومبي. نبقى نحط بالمغرف مع الاستمرار في الخلط حتى نكمل الكميه كامله، ونشوفوا باللي لون الخليط تاعنا تبدل وتضاعف الحجم تاعو. بعد ما نكمل الكميه كامله تاع السكر نبقى نخلط حوالي نص دقيقه، ونبدا مباشره نضيف الزيت. هنا البنات الزيت تاني عندنا 12 مغرف كبيره، نضيفوا البنات بالمغرف ونخلطوا حتى نكملوا الكميه كامله. وهذه الخطوه البنات مهمه خاصه مع الزيت، هكا باه الكيكه تاعنا ولا الموسكوتشو ما يجيناش مكبد وما يجيناش معجن. يعني كي تجيو تخدموا اي نوع من الحلويات ولا من الكيكات لازم الزيت تضيفوه بالتدريج مع الاستمرار في الخلط، هكا باه تتحصلوا على نتيجه مليحه. واخر مكون من السوائل رايحين نضيفوه اللي هو الحليب. طبعا هنا البنات لازم يكون دافي باه يعاون السكر تاعكم باه يذوب لكم مليح. كما راكم تشوفوا هنا راني رايحه نحط 12 مغرف كبيره. انا هنايا من اجل التصوير فقط حطيت لكم بالمغرف باه تعرفوا بلي راني حطيت 12 مغرف كبيره. نتوما البنات هنا الحليب تقدروا تضيفوه دفعه واحده. بعد ما تشوفوا هاد الفقاعات تبان لكم على سطح الخليط مباشره هنا تبداو تضيفوا في الفارينه. هنا البنات الفارينه عندنا 12 مغرف كبيره، ما تكونش معمره مليح يعني ما تكونش بومبي. ضفتها البنات على دفعتين. حطيت المره الاولى 5 مغارف كبار، طبعا لازم البنات تغربلوهم باه تتجنبوا الحبيبات. نخلطهم البنات بالدراب الكهربائي، وزدت ضفت لهم 7 مغارف كبار مع باكي خميره كيميائيه بوزن 10 غرام. قوام هذا الخليط لازم يكون البنات مش ثقيل بزاف وماشي خفيف، يعني كي تجيو تهزوه بالمغرف يعني تهزوا الخليط بالمغرف وتخليوه يسيل لكم البنات على شكل خيط غير متقطع، يعني ما يتقطع لكم شيء. هذا هو القوام المطلوب. اذا البنات نتوما الخليط تاعكم لقيتيوه باللي ثقيل ضيفوا له كميه من الحليب حتى تحصلوا على القوام المطلوب، واذا لقيتيوه مازال سائل بزاف ضيفوا له كميه من الفارينه. طبعا هنا البنات هذا يرجع على حساب الفارينه اللي راكم تخدموا بها، اذا كانت تشرب السوائل ولا ما تشربش، وثاني على حساب حجم البيض. يعني ما تتقيدوش بالكميه اللي حطيتها انا، قادره تدي لكم 12 كما قادره تدي لكم اكثر ولا اقل. وهذا هو خواتاتي القوام اللي لازم تتحصلوا عليه في الاخر. فرغت الخليط في المول الابعاد تاعو 30 على 20 سنتيم. المول كنت دهنته البنات بالزيت ورشيته بالفارينه، كما تقدروا تدهنوه بالمارغرين. فرغت فيه الخليط ودركا البنات ندخلوا للفور اللي كنت شعلته مسبقا. يعني البنات كنصيحه كي تجيو تخدموا اي كيكه حاولوا توجدوا الصينيه ولا المول تاعكم هو الاول، وثاني حاجه ديروها تشعلوا الفور تاعكم وتخليوه يسخن باه تقوموا بخلط المكونات هكا، يعني باه تكون الخدمه تاعكم منظمه. كما قلت لكم هنا البنات بعد ما فرغت الخليط في الصينيه قمت بهذه الخطوه باه نتخلص من الفقاعات اللي يكونوا في الخليط، ودخلته للفور اللي كنت شعلته كما قلت لكم مسبقا على 170 درجه. حطيته في الرف الوسطاني. بعد ما شفتوا البنات طاب لي من التحت وبدا يحمر لي من الجوانب هبطته للرف التحتاني، زدت شعلته من الفوق خدات حميره خفيفه وخرجته.
بيد ما هنايا راهو يطيب. جبت البنات نحضر الكريمه. عندي كاس بودره شانتيي مع كاس غير ربع ماء بارد. نبدا البنات هنا باه تنجحوا يعني في كريمه الشانتيي وتطلع لكم مليح مليح. ضيفوا البنات الماء ولا الحليب بشويه وخلطوا، يعني ما تضيفوهش دفعه واحده وهكا راح تتحصلوا على قوام بزاف هايل. كما راكم تشوفوا هنا راني نضيف بشويه ونخلط حتى تحصلت على القوام اللي راكم تشوفوا فيه. هاوليكم الكيك بعد ما خرجتوه من الفور وخليتوه البنات حتى دفا. شوفوا الله يبارك البنات كيفاه خرج احمر ما شاء الله وجا خفيف يا البنات اسفنجي صدقوني تقولوا عليه جينواز. هنا البنات كما قلت لكم خليته حتى دفا وجبت البنات كميه من الحليب. انا هنا جبت كاس كامل ضفت له مغرف صغيره سكر وبديت نسقي في الكيك. لكن البنات انا درت غير نص كميه تاع الحليب يعني حطيت غير نص كاس. تقدروا هنا البنات الحليب تنكهوه بالشوكولا ولا بالقهوه كما تقدروا تسقيوها غير بالشربات. خليت الكيك تاعي حتى برد مليح وجبت الكريمه الشانتي اللي كنا خدمناها مع بعض ورايحه ندير طبقه فوق الكيك تاعي. وفي هذه المرحله كما قلت لكم لازم تخليوا الكيك تاعكم يبرد مليح سينون البنات كون تحطوا عليه الكريمه وهو دافي ولا هو سخون الكريمه هذيك تاعكم رايحه تذوب ورايحه يعني ما تبقاش متماسكه وما دير لكمش طبقه فوق الكيك. درك انا نحاول نحط الكريمه نوزعها بالتساوي على كامل سطح الكيكه يعني ما نديرش جهه طالعه وجهه هابطه. وهنا جبت سباتول نحاول نسوي السطح تاع الكيكه باه تجي الخدمه تاعي مفينيه. وللتزيين خليت البنات كميه من الكريمه حوالي 2 مغارف كبار. ضفت لهم مغرف صغيره كاكاو وراح نزيد نخلطهم مع بعضهم بالدراب الكهربائي نحطهم في بوش جوتابل وندير بهم خطوط باه نشكل التزيين على شكل الملفاي كما رايحين تشوفوا معايا دركا. وهكا نكونوا زينا الكيكه تاعنا بنفس الكريمه يعني هكا تكون الوصفه تاعنا اقتصاديه اكثر واكثر. واللي كانت متوفر عندها شوكولاته الطلي تقدر البنات تحط الكريمه كامله فوق سطح الكيكه ودير شوكولاته للطلي تحطها في البوش ودير بها خطوط وتزين بهذا التزيين. جبت هنايا كوردون رايحه ندير البنات كما راكم تشوفوا خطوط على عكس الخطوط اللي كنت درتهم بالكريمه كما راكم تشوفوا هنا. ومن بعد البنات نزيد ندير الخط المعاكس هكا باه نتحصلوا على تزيين الملفاي. وهذا هو الشيء اللي يميز كيكه الدوسدوس. بعد ما نكملها ندخلها للفريجيدير حوالي ساعتين هكا باه الكريمه هذيك تحكم روحها مليح. نقسم معكم هنا الكيكه. انا قسمتها البنات المربعات خرجت لي 12 قطعه بحجم ما شاء الله. والبنات كي تكونوا تقسموها كل ما تقسموا مره حاولوا تمسحوا الموس تاعكم بابي سويتو هكا باه الكريمه كي تجيو تقصوا المره الثانيه ما تقيس لكمش الكيك. وشوفوا خواتاتي النتيجه اللي تتحصلوا عليها راح تجيكم كيكه من اروع ما يكون. تجيكم خفيفه اخف من الريشه صدقوني وبنتها يا البنات سبيسيال على بالي اذا جربتيوها ما راكمش رايحين تستغناو عليها. وكما قلت لكم بنتها راح تجي بين الموسكوتشو والجينواز تجي كيما الباتيسري اللي ناكلوه برا. نتمنى حبيباتي تجربوا الوصفه واللي جربتها ترجع هنا للفيديو تخلي لي رايها في التعليقات. وما تنساوش تاني حبيباتي الجيم والبارطاج. واللي زاروا القناه لاول مره نقول لكم حبيباتي تفضلوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتي باذن الله تعالى. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.